تعدي دي ميساج بين السطور، تونس ما عندها شيء وتونس تعبة وتونس وتونس وتونس. حاب نقول لك حاجة، احنا فرحنا برشا للمنتخب المغربي الشقيق الباليالي مشى له، لكن راكم كنتوا تتعلموا علينا. راهي تونس هي الأصل وانتم التقليد، راكم كنتوا كل شيء، احنا الاكزامبل الجميل عندكم انتم. اليوم فما برشا ظروف خدمتكم، لكن اليوم سيادة تونس نعاود لك راهي خط أحمر، وحتى واحد ما يعطي دروس. احنا مع المكتب الجامعي متاعنا ومع المنتخب متاعنا ومع سياسة دولتنا ومع رئيسنا قلبا وقالبا. الحمد لله عندنا رئيس جمهورية، احنا قمة في النظافة، قمة في الوطنية، قمة في الرجولية. لا يحبنا نبوسوا له يديه لا نبوسوا له مرفقه، لأنه سيد الرجال. احنا رانا نقريو الناس ما يقروناش. تونس راهي حكومة وشعبا حتى واحد ما يعطينا دروس، وحتى واحد ما يتدخل في شؤوننا الداخلية، وناكلوا بعضنا ونضربوا بالبنية مع بعضنا. اما وقت تحط ركايب رانا ما نعطيوش بعضنا. قايل في بالك انت تحب تغار على تونس قبلنا احنا، واللي يهمك مصلحة المنتخب قبلنا احنا؟ لا، احنا بلادنا ودمنا وروحنا وحياتنا لهذا البلد وهذا الوطن. اليوم رئيس جمهورية قاعد يبني في تونس حجرة مع رجالات الدولة ونساء الدولة، حجرة بنظافة. قيس سعيد ما باعش تونس، قيس سعيد ما حطش يده في يد الصهاينة. قيس سعيد رجل وتوانسة كل رجال. اليوم ما نستناو حتى واحد يحب يعدي دي ميساج باش يضربنا ويدخل فينا غنى اترافين مشاركة المونديال، ليذهب المونديال للجحيم، لتذهب مباراة اليابان تونس ومباراة اليابان وهولندا واللي تحبتي للجحيم. سيادة تونس خط أحمر، ولذلك اللي داروا بالبلار ما يجيبش ديار الناس بالحجر. أيها الإعلامي المغربي جدا عملنا ثورة استفادت منها افريقيا الكل، اللي حلوا في فمهم توا معناها بعض اللي ما يسواوش ويتكلموا على تونس اللي هي سيدتهم، فهمت؟ على مرحلة جاتهم طفرة نتاع بابا عندك 4 ملاعبية قاعد دبر فيهم في راسك. احنا صنعنا لكم التاريخ واحنا علمناكم كيفاش تاقع الاستراتيجيات، ومش نعاودوا نعلموكم ومش نرجعوا لكم، ويا ويلكم النهار مش نرجعوا لكم فيه. وكما قلت احنا لا نهزوا القفة لا نبوسوا اليدين. احنا بامكانياتنا، احنا رجال واحنا تونس، ولكل جواد نركبوها. والفوفوار هالاربعه اللي ما يسواوش هذوما اللي حلوا في جلخهم تو يتكلموا تو يعرفوا ايش معناها تونس. سبب منير لا تونيزي راي اللي توجور لا كما قلتها ولن اتراجع في اما نخسروا بشرف وروسنا الفوق ما نبعتوش وما نبيعوش القضيه العربيه. هما باعوا كل شيء باش يوصلوا للمستوى هذاك، نحن ما بعناش. احنا رانا عندنا اولويه الكرامه، هذا اولا. الحاجه الثانيه كان حبينا نوصلوا بين قوسين اللي وصلوا من غير ما نعطي عليه نحدد معناها نقيمه. رانا عملنا سياسه الانبطاح والاستسلام لغيرنا، لكن فما نقطه برشا اللي احنا زاد قاعدين نروجوا لها احنا بنفسنا، نحكيو على ثوره وعلى استراتيجيه معناها ايجابيه في المغرب من ناحيه كره القدم. راهو هذا نقول لك وهم، لانه ما فماش حتى استراتيجيه غير البنيه التحتيه. صحيح فما تحسن في البنيه التحتيه المغربيه، لكن من ناحيه كره القدم وكان هم عندهم استراتيجيه وصلوا للنتيجه، راهم ما يجيبوش في اللاعبين من اوروبا ومن المزدوجين الجنسيه كما نسميهم، ولا يشريهم فيهم حتى بالفلوس. حتى على المستوى الايديسات والايفان قاموا الكل. ما نستناوش في دروس من حتى حد. نحن سباقين في كرة القدم، سباقين في كل حاجة، سباقين. هما تعلموا من عنا نحن. قد ما لعبت كورة مع المغرب ما نثبتش نهار خسرت مع المغرب انا برا والداخل. في نهار 2004 يا اخوي حتى في الصغار. بسبب تصريحات هذا الصحفي الفاشل هذا المغرودي على تونس، خرج علينا هؤلاء الشرذمة ديال الإعلاميين التونسيين يسيئون لملك المغرب ولسيادة المغرب. قال لك هما سباقين وهما الأصل وحنا تعلمنا منهم. آخر من حاز على كأس إفريقيا في المنتخبات الإفريقية هو المنتخب التونسي في 2004، فالسباقين. أول من تأهل إلى دور الثمن في المنتخبات العربية في كأس العالم هو المنتخب المغربي. أول مشاركة بالتصفيات لكأس العالم هو المنتخب المغربي. فالسباقين في البطولات سابقينكم، في الانجاز ديال البطولات الانديه سابقينكم، في الانجاز العالمي سابقينكم. فاش نتوما سباقين وفاش نتوما اصل؟
وفاش نتوما علمتوا هذا افريقيا، ثم اخر من يتكلم على الانجازات واخر من يتكلم على التعلم في افريقيا.